السلام عليكم، اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من الهبيده. حلقه النهارده هنتكلم فيها عن انتقالات الدوري الانجليزي، عن الست الفرق الكبرى في الدوري الانجليزي اللي هو اهم دوري في العالم. معروف عن الدوري ده ان هو بيبقى اغنى دوري على مستوى الصرف. من ناحيه الصرف في سوق الانتقالات بيبقى الصرف كتير، فخلونا كده نمسك الفرق الكبيره هناك ونشوف كل فريق حاول ان هو يدعم صفوفه ازاي، وايه التدعيمات اللي هم قاموا بيها الست فرق الكبرى. قبل ما نتكلم متنساش تعمل لايك وسبسكرايب للحلقة وتستنى ما هو جديد من الهبيدة. نتكلم مع أول فريق معانا وهو فريق تشيلسي. فريق تشيلسي هو على مستوى موسم الانتقالات فهو بيحارب في أكتر من جبهة. بيحارب ان هو بيخرج لعيبه من عنده حمل زائد عن الفريق هو مش محتاجها، وفي نفس الوقت بيحاول ان هو يتعاقد او يعمل تدعيمات قويه يبدا بيه موسم قوي مع مدرب جديد وهو موريسيو بوتشيلتينو اللي جه وهيقود تشيلسي الموسم اللي جاي. هل تشيلسي هيقدر ان هو يعيد نفسه مره تانية بتدعيمات قويه على مستوى المنافسه على مستوى الدوري الانجليزي بعد موسم للنسيان هو الموسم الماضي حققوا تقريبا المركز العاشر؟ ما قدروش ان هم يتأهلوا لأي بطولة أوروبية، إذا كانت بطولة تشامبيونز ليج أو بطولة الدوري الأوروبي وفي بطولة المؤتمرات، لا ده تقريبا خلصوا عاشر. فأعتقد ان هم حاليا في اتجاه للطريق الصحيح. يعني ايه؟ انا هقول لك تشيلسي خلص من اللعيبه هو مش عايزها زي ادوارد مندي وكاليدو كولوبالي اللي راحوا على السعوديه، كوفازيتش اللي راح مانشستر سيتي، روميلو لوكاكو حتى الان هم بيحاولوا ان هم يخلصوا منه بس لسه مش عارفين اذا كان هيروح للانتر ولا هيروح الدوري السعودي، لسه مش عارفين الدنيا هتروح فين. ماسون مونت اللي خد بعضه وطلع على مانشستر يونايتد، وكاي هافرتز اللي راح على ارسنال لبسوه هم الارسنال. كاي هافرتز ما هو ما فادش تشيلسي خالص الفتره اللي قاعد فيها غير بس في نهائي الشامبيونز ليج اللي قدر يحسمه برأسيه قدام مانشستر سيتي، وقدر ان هو يحسم لتشيلسي لقب دوري الابطال. لكن تشيلسي على مستوى الصفقات حتى الان هو ما فيش غير صفقه هي واحده اللي ممكن نتكلم عليها، وهي انكونكو اللي جاي من ليبزيج بحوالي تقريبا ب 60 مليون. ما عليهاش كلام كتير، هو بعد تألقه في الدوري الألماني وكان بينافس على مستوى الهداف على مستوى الدوري الإنجليزي على مستوى الدوري الألماني. لكن انكونكو لاعب كويس جدا بس مش مهاجم. حاليا تشيلسي بيحاول ان هو يدور على مهاجم رقم 9. في كلام كان عن ان هو اوزمن، ودلوقتي دخل على الخط مع نادي مانشستر يونايتد وبايرن ميونخ على هاري كين بالنسبه لتوتنهام. لكن الموضوع صعب يعني في صفقه هاري كين، لان بايرن ميونخ بشكل كبير جدا هو هيحسم صفقه هاري كين. هي بس المماطله على ان توتنهام بيحاول ان هو يعلي في سعر هاري كين، بيحاول ان هو يطلع بفلوس كويسه من وراء بيع اللاعب. بس انما نادي تشيلسي هو محتاج تدعيمات على مستوى خط الوسط، خصوصا بعد ما فضل فريق تقريبا في نص الملعب رحيل نجولو كانتي وكوفازيتش، وفي نفس الوقت رحيل ماسون موينت وكاي هافرتز. اللاعبين اللي موجودين دلوقتي على مستوى نص الملعب وهو انزو فرنانديز ومعاه كالاجر. واعتقد ان كالاجر برضه هيرحل عن الفريق، يعني لو جاء عرض مناسب وكويس كالاجر هياخد بعضه ويرحل عن الفريق. فكده نادي تشيلسي محتاج تدعيمات. ان كان في كلام على ان هو هيخلص صفقه موسيس كايسيدو من برايتون، ولسه مش عارفين ايه التدعيمات اللي ممكن يضيفها على مستوى نص الملعب. كانوا هم حاطين عينهم على اوجارتي، لكن خلاص اوجارتي خلص مع باريس سان جيرمان. ويمكن تشيلسي قادر ان هو يتعاقد مع صفقه تانية وهي صفقه نيكولاس جاكسون من فياريال مقابل 5. بالنسبه للخطه اللي جايه بالنسبه لنادي تشيلسي ان هو يعمل تدعيمات قويه يقوي بيها الفريق عشان الموسم الجديد، عشان يقدر ينافس على مستوى الدوري الانجليزي، ويقدر بعد كده نشوف هل هيقدر يروح لبعيد على مستوى الدوري ولا كالعاده هنشوفه موسم سيء زي الموسم اللي فات. بس ده كان كلامنا على تشيلسي والتدعيمات اللي هو قام بيها. اما بالنسبه لفريق مانشستر يونايتد فهو ماشي ببطء جدا على مستوى التعاقدات. قدروا ان هم يخلصوا التعاقد مع ماسون مونت اللي هيدي تقل نص ملعب مانشستر يونايتد. محتاجين لاعب زيه مع كازيميرو مع برونو فرنانديز، الثلاثي في وسط الملعب هيكون رائع جدا. اما صفقه اللي هم بيحاولوا يخلصوها اليومين الجايين وهي صفقه اندرو اونانا حارس مرمى الانتر بحوالي 60 مليون، هتوصل ل 60 مليون يورو. الصفقه اللي كانوا بيحاولوا يخلصوها وهي مدافع نابولي كيم من جاي، لكن دخل بايرن ميونخ وخلص اللاعب من نابولي ودفع الشرط الجزائي وقدر ان هو يحصل على اللاعب. اما الصفقه اللي فيها
كلام بالنسبه لمانشستر يونايتد اللي ممكن تحصل او ممكن لا، بس لو حصلت هتبقى مبلغ كبير جدا، وهي صفقه هاري كين، لان هم هيدخلوا على اللينك مع فريق بايرن ميونخ. واعتقد ان توتنهام عشان يبيع اللاعب على مستوى الدوري الانجليزي او داخل الدوري الانجليزي مش هيقل عن 120 مليون. اما بالنسبه لو جاله عرض من بايرن ميونخ فممكن يقبل ب 100 مليون عادي. انا شايف بالنسبه للتعاقدات اللي بيعملها مانشستر يونايتد فهو محتاج لسه، يعني محتاج 3-4 تدعيمات كمان على مستوى الخط الهجومي وعلى مستوى خط نص الملعب بالذات، ومحتاج مدافع ثالث مع فاران ولوتارو مارتينيز، لانه ما ينفعش يعتمد على هاري ماجواير في الدفاع. ومع تجديد عقد دياجو دالوت وانت عندك لوك شو، فانت كل اللي محتاجه ان انت تدعم في نص الملعب وفي نفس الوقت تدعم على مستوى خط الهجوم. انت محتاج راس حربة قوي بالنسبه لمانشستر يونايتد. نيجي بقى لفريق ليفربول. فريق ليفربول قدر ان هو يتم التعاقد مع صفقتين مهمين على مستوى خط الوسط، وهي صفقه ماكاليستر من فريق برايتون بحوالي 42 مليون، والصفقه الثانيه هي سوبوسلاي من ليبزيج بحوالي 70 مليون. اما اللعيبه اللي قدر ان هو يتخلص منها وهي جيمس ميلنر راح على برايتون. بالنسبه فريق ليفربول فهو لسه محتاج تدعيمات تانية على مستوى خط الوسط، وان كان في كلام على خفرن ترام من نيس وعلى روميو لافيو من فريق ساوثهامبتون. لسه محتاج ليفربول شغل كتير على مستوى الميركاتو لغايه ما يقفل باب الميركاتو، فهو لسه محتاج على الاقل باك يمين تاني جنب ارنولد، لان ارنولد دلوقتي اتزق على مستوى نص الملعب. لو هيلعب في نص الملعب فانت محتاج باك يمين. طب لو رجع باك يمين فارنولد السنه اللي فاتت قدم موسم سيء جدا، فاعتقادي ان انت لازم يكون في بديل لارنولد عشان ينافسه على مستوى الباك اليمين. تعالوا بقى نتكلم عن فريق توتنهام، اللي انا بالنسبه لي فريق توتنهام هو عامل ميركاتو الى حد الان كويس. هم اعلنوا انهاء اعاره كريمون دينجلي اللي كان لاعب برشلونه، بيرجعوه برشلونه تاني. بيقال ان مسؤولين برشلونه لما عرفوا الكلام دوت قالوا لهم والله ما هو راجع، خليه عندكم احنا مش عايزينه. كريمون دينجلي بيرجع تاني برشلونه، لكن بيقدر توتنهام ان هو بيتعاقد مع بيدرو بورو لاعب سبورتنج لشبونه. بيخلصوا التعاقد معاه بعد ما كان بيلعب في النادي على سبيل الاعاره بحوالي 45 مليون، وقدروا ان هم يخلصوا التعاقد مع كولوزيفسكي من يوفنتوس بحوالي 30 مليون، وتعاقدوا مع حارس جديد وهو حارس مومري بيكاريا حوالي 10 مليون او 12 مليون تقريبا. وقدروا ان هم يتعاقدوا مع جيمس ماديسون من نادي ليستر سيتي بحوالي 46.5 مليون. بعد ما ليستر سيتي هبط للتشامبيونشيب قدروا ان هم يخلصوا الصفقه بسهوله جدا نادي توتنهام. حاليا توتنهام وهي الصداع اللي في عقل فريق توتنهام وجماهير توتنهام، وهي صفقه هاري كين. هيمشي، هيقعد، هيجدد، هيروح بايرن ميونخ، هيروح مانشستر يونايتد، لسه محدش عارف. وان كان في شائعات كمان ظهرت ان نادي تشيلسي زي ما قلت لكم دخل كمان على الصفقه وبيحاول يجس النبض. بس في اعتقادي ان دانيال ليفي هيحاول بقدر الامكان يحتفظ باللاعب، وحتى لو ما قدرش هيبيعه لخارج انجلترا، لان لو باعوا على مستوى انجلترا فهو داخل انجلترا فاكيد مش هيقل عن زي ما قلت لكم عن 120، ممكن يوصل ل 150 مليون. بالنسبه لبايرن فهو قدم عرض مبدئي كده بحوالي 70 مليون واترفض، قدم عرض تاني ب 90 مليون وفي كلام ان هو برضه هيترفض. فاعتقادي ان عرض البايرن ممكن يوصل لحوالي 110 او 115 مليون، واعتقد ان فريق توتنهام هيسيب اللاعب يمشي، لان فرصه كويسه ان اللعيب ممكن السنه الجايه اخر سنه ليه وهيمشي، ممكن يمشي في يناير ببلاش، فنستفيد منه ماديا وابيعه دلوقتي واكسب من وراه فلوس كويسه. نيجي بقى الفريق المدفعجيه نادي ارسنال الانجليزي. بيحاول بقدر الامكان ان هو يدعم على مستوى خط النص بعد ما كان منافس شرس على مستوى الدوري الانجليزي لمانشستر سيتي، وكان ممكن يفوز بلقب الدوري الموسم الماضي، لكن فشل في اخر كام مباراه في الموسم او في مباريات معينه هو وقع فيها. فريق ارسنال هو داخل الميركاتو هو عارف هو عايز ايه، هو عايز يدعم نص ملعبه. اول صفقه هو خلصها وهي صفقه كاي هافرتز من تشيلسي بحوالي 71 او 72 مليون. اما بالنسبه لصفقه داكلان رايس فهو كان في منافسه شرسه جدا مع مانشستر سيتي. الفريق عرض 80 مليون، الفريق بيعرض 100 مليون، وبعد كده بتوصل ل 115 مليون. بعد كده بنشوفه مانشستر سيتي بيسحب من الصفقه وبيسيب نادي ارسنال هو اللي بيكمل. وشبه اكيد خلاص ان الصفقه اتحسمت، واعتقد ان هم هيعلنوا عنها الايام اللي جايه، لكن هم مستنيين صفقه ثانيه هي ان هم يخلصوها، وهي تيمبر اللي جايه من نادي اياكس بحوالي 45 مليون. صفقه على مستوى الدفاع، وفي نفس الوقت هيحلوا مشكله الباك اليمين. كانوا بيلعبوا بين وايت الموسم اللي فات، لكن اعتقد ان تيمبر هيجي يلعب باك يمين، وعلى مستوى الدفاع هيبقى جابريال ومعاه صليبه، وفي الناحيه الشمال هيبقى
زينشينكو. لكن اعتقد ان ارسنال لسه محتاج تدعيمات تانية على مستوى نص الملعب وعلى مستوى الباك الشمال، لان انت ما ينفعش ان انت تعتمد على زينشينكو طول الموسم بس. او احنا شفنا زينشينكو على مستوى الموسم اللي فات اتزق في ماتشات كتير على مستوى نص الملعب، لان انت كان عندك مشاكل كتير في نص الملعب. فاعتقد ان انت محتاج باك شمال تاني مع زينشينكو. بس دي كان موسم صفقات ارسنال. فاعتقد ان موسم انتقالات ارسنال حتى الان ماشي بشكل كويس. داكلان رايس ومعاه كاي هافرتس وتيمبر، وفي نفس لسه هنشوفه ان روميو ليفيا اللي حاطط ليفربول عينه عليه نفس الكلام. مش شايفين ارسنال لسه برضه هو كمان بيفكر في اللعب. لسه مش عارفين ارسنال هينهي الميركاتو ازاي. لسه اللي انا متاكد منه ان ارسنال هو ناوي السنه الجايه يبقى موسم انتقالات قوي جدا بيعمله عشان السنه الجايه يقدر ينافس مره تانية على لقب الدوري الانجليزي. وليه لا، ممكن نشوف ارسنال السنه الجايه هو اللي بيفوز بلقب الدوري الانجليزي، ان هو كان فعلا يستحق لقب الدوري الانجليزي السنه اللي فاتت. قدم موسم رائع باستثناء طبعا الفتره الاخيره من الموسم اللي وقع فيها بسبب مشاكل زي ما قلنا على مستوى نص الملعب. لكن نادي ارسنال قادر ان هو بالصفقات والتدعيمات الجديده اللي هو بيعملها حتى الان وهو ماشي بشكل كويس وشكل كويس في بناء الفريق مع ميكيل ارتيتا. نيجي بقى لفريق مانشستر سيتي، وهو بطل الدوري الانجليزي الموسم الماضي وبطل الثلاثيه التاريخيه، بطل الشامبيونز ليج والدوري الانجليزي وكاس الاتحاد الانجليزي. اعتقد ان مانشستر سيتي هو لغايه دلوقتي هو خلص صفقتين تقريبا، وهو اعتقد ان هو مش محتاج تدعيمات تانية، لان هو خلص صفقتين على مستوى نص الملعب. كوفازيتش بديل لجوندوجان اللي مشى لبرشلونه، وجافارديولا على مستوى الدفاع اللي هيجي من ليبزيج. تقريبا الصفقه هتكلف مانشستر سيتي 80 مليون يورو. بس هم دول الصفقتين حتى الان اللي في كلام عليهم لمانشستر سيتي. مفيش اي كلام تاني على صفقات جديده، لكن في كلام على ان رياض محرز هيروح على الدوري السعودي. في كلام عن ان برناردو سيلفا هيروح لبرشلونه لو قدر برشلونه ان هو يحل المشاكل اللي عنده، وقدر ان هو يسجل لعيبه، وقدر ان هو يبقى يتصرف في فلوس. يعني خدوا لكم جرد عشان تقدروا تجيبوا برناردو سيلفا. ده اللي احنا هنشوفه خلال الايام الجايه. هنشوفه هل مانشستر سيتي هيكتفي بالصفقات دي بس، ولا هيحصل مفاجآت على مستوى الميركاتو. لسه بدري على مستوى الميركاتو، لسه لغايه معانا لغايه شهر 8. فهل هيقدر هل فريق مانشستر سيتي هيدخل يجيب صفقات جديده، ولا هيكتفي بالسكواد اللي عنده؟ بس كده، ده كان كلامنا عن انتقالات الدوري الانجليزي. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب للحلقه لو عجبتكم، ولايك، وتستنوا كل ما هو جديد من الهبيده. ونشوفكم الحلقه الجايه. السلام عليكم.